كان معانا عميد كان دايما بيغير الزيت بانتظام، ولكن فجأة لمبة الزيت دي نورت. في لمبات في عداد العربيه انت اول ما تشوفها قلبك يتقبض، انا ايه ده لمبه الزيت نورت؟ لا ده كده في مشكله في الموتور. لو مشينا ورا الموضوع ده كده وحللناه واحده واحده هنكتشف ان معظم ملاك السيارات عادي بيغيروا زيت، كله بيجي الزيت في ميعاده ويغيره. ولكن احنا التجربه بتاع النهارده كان معانا عميد كان دايما بيغير الزيت بانتظام، ولكن فجاه لمبه الزيت دي نورت. فجالنا قال لنا اللمبه نورت، قلنا له معنى ان اللمبه دي تنور حاجه من الاثنين، هي بتقول ان ضغط الزيت ضعيف، لا اما هو بالفعل ضعيف، لا اما قرايه السنسور اللي بيقول لنا ان هو ضعيف غلط. جربنا السنسور لقيناه كويس مظبوط، معنى كده ان هو ضعيف. طب الضعف ده منين؟ الضعف ده الظاهر لاي حد ان هو من ترمبه الزيت او ان الاويل بامب ضغطها ضعيف، ولكن الواقع ليه راي تاني. مع تواصل مع مالك العربيه قال انا بغير الزيت بانتظام، فقلنا له خلاص احنا هنعمل لك صيانه للليبريكيشن سيستم او منظومه الزيت ونتشيك الاول هل الضغط بالفعل ضعيف ولا لا. فحلينا الكارتيره والفلتر عشان ننظف المصفى بتاعه الزيت علشان فعلا نتاكد ان ترمبه الزيت بتعرف تفاكيوم او بتسحب الزيت بالقدره الكافيه اللي هي تغطي احتياج الموتور. تعال بقى نبص ونشوف ايه اللي لقيناه جوه. المنظر اللي انتوا شفتوه ده كارثي، كفيل ان الموتور يتكسر. طب انت ليه كمالك عربيه توصل للكلام ده؟ مع العلم ان احنا من 3 سنين نزلنا فيديو لو حد عنده مشكله او الزيت محروق جوه الموتور او هو بيحس بان اللمبه بتاع الزيت بترعش يتوجه لاقرب مركز مختص علشان يعمل صيانه للبريكيشن سيستم او منظومه الزيت، علشان ده ما فيهوش هزار. فبرجاء اي حد بيغير زيت يعني في غيار الزيت الجاي يقول للفني لو سمحت بص لي على الموتور من جوه هل متراكم عليه زيت محروق، وتبقى دي صيانه معتاده او نهج حياه عندك ان انا هغير مثلا 5 مرات تغيير زيت عادي وفي المره السادسه احاول احل المصفى من تحت انضفها عشان ما يحصلش مشكله عندك في الموتور، لان قطع الغيار النهارده بقت غاليه جدا واحنا خايفين عليه. علشان كده نزلنا لك الفيديو ده. ما تنساش تدعمنا بشير ولايك، ودمتم في امان الله ورعايته.